طيب بصي، كل حاجة في الدنيا ليها الناس الكويسة الشرفاء وفي ناس النصابين. خلاص. أكيد. بس احنا هنا في المرحلة اللي احنا بكلم فيها الشرفاء قليلين شوية بس موجودين. خلاص. تمام. موجودين. النصابين هم اللي كتار. طيب ازاي يعني من الاخر كده ازاي افرق ما بين ده وما بين ده؟ بصي مبدئيا، اي اكاديمية تفرض عليكي، تفرض عليكي انك تدفعي ليهم فقط من غير ما تعرفي المدرسة، مصيبة. يبقى أي حد هيقول لك والله بصي ادفعي مثلا 30,000 40,000 50,000 60,000 ومالكيش دعوة، اللي يقول لك مالكيش دعوة ابعدي عنه. دي أول حاجة. لازم تمام. لازم تعرفي اسم المدرسة اللي أنت رايحاها وتروحي للمدرسة تتأكدي من الكلام بتاعهم. خلاص كده، دي أول حاجة. الحاجة التانية، لو تعقيب فرض. بس، معلش. نعم. معلش. سمعت إن المدارس بتنفي حتى لو هي شغالة في الهوم سكولينج، بتنفي إن هي شغالة في الهوم سكولينج، هل ده صح؟ بتقول لهم بس لو سمحتوا انا عايز اشتغل اونلاين ليرنينج. أونلاين إيه يا فندم؟ ليرنينج. تمام. اوعي تقولي هوم سكولينج. هوم سكولينج يقول لك ما عندناش هوم سكولينج. بس لو قلتيها اونلاين ليرنينج دي احلى اشيك، وهم بيستخدموها عشان ده مصطلح اكاديمي. لكن الهوم سكولينج ده احنا الدارج بيننا وبين بعض بنسميه هوم سكولينج. خلاص. فبالتالي دايما احنا بنسميه اونلاين ليرنينج. والاونلاين ليرنينج ده حاجتين، ركزي معايا. يا اما تمام. يبقى ناس محترمه وبتشتغل GPA بما يرضي الله، وتقول لك والله احنا عندنا هيشتغل اونلاين بس المواد بتاعته 1 2 3 4 وامتحاناته كذا 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 كذا. او ناس تقول لك ايه، تقول لك والله لا الGPA احنا هنديهولك على طول. تمام. وده الكلام اللي هو بيوفره لك الاكاديميه. طبعا في اكاديميات محترمه وفعلا بيوفر لك الكلام ده كويس جدا جدا. بس لازم تبقى انت عارفه اسم المدرسه اللي انت رايحاها. وانس انك عرفتي اسم المدرسه بتروحي للمدرسه وتساليهم ايه الاعتماد بتاعكم. في حاجه اسمها اعتماد. خلاص. وفي حاجه اسمها اه. ترخيص. ايه الفرق ما تمام. بين الاعتماد والترخيص؟ الاعتماد دوت مثلا اعتماد كوجنيا او اعتماد ايا. انا الناس ما بتحبش ايا، يعني بعض الكليات تقول لك ايا لا مش عايز اعتماد ايا، انا عايز اعتماد كوجنيا. خلاص. تمام. تمام. والترخيص ده عدد السنوات المصرحة ليها المدرسة عشان تاخد ايه؟ عشان تاخد الترخيص نفسه. في بعض المدارس ترخيصها سنة، في بعض المدارس ترخيصها سنتين، في بعض المدارس ثلاثة، في بعض المدارس خمسة. طب الترخيص دوت هل بيتاخد للمدرسة ككل؟ لا. الترخيص ده بيتاخد ايه؟ جريد من، في ناس ترخيص يتاخد من جريد 1 لغاية جريد 6 بس. يبقى هم ما عندهمش اصلا السيرتيفيكيشن العالية، يعني ما عندهمش جريد 9 لغاية جريد 12. وفي بعض المدارس بتاخد ترخيص واحد من جريد 1 لغاية جريد 12، فانت لازم تعرفي الترخيص وصل لغاية فين. تمام. الكلام تمام. دوت الاكاديميات لو انت كلمتيهم في الكلام دوت مش هيرد عليكي. تمام. لازم تروحي للمدرسه عشان تبقي عارفه الكلام دوت. عشان ما تلاقيش نفسك، ما هو النصابين بيبقوا نصابين ازاي؟ هم ما بيبقوش قاصدين ان هم ينصبوا خالص. هو مم. مش قاصدين. هو بيلبسوا في الحيطه زيك زي اي ولي امر اللي هو رايح مم. للمدرسه. هو ما بصش على الترخيص بتاعها، لقى ان الترخيص بتاعه مثلا اكسبايرد. طب هو كان مقدم للناس اللي معاه في المدرسه الفلانيه، والمدرسه مم. دي ما ورتوش الترخيص. ايه اللي حصل؟ لبس في حيطه. طب والناس اللي معاه يعمل معاهم ايه؟ هيضطر يروح المدرسه تانية تاخد منه مصاريف تانية، فهيحملها على ولي الامر ياخد منك فلوس تانية، وتلاقي نفسك انت متصدره. تمام. فاهماني؟ هو ما كانش قاصد ينصب، هو بس مش عارف اصول الشغلانه بس مش اكتر. طيب دي حاجه. مم. والحاجه التانية بقى والمهمه، لو فرض عليكي يلا بينا بصي بقى انت هدفعك مثلا 35,000 جنيه، هدفعك 40,000 جنيه وهدخلك المدرسه الفلانيه واديك الGPA الفلاني واديك الكورسات بتاعه الماس وبتاعه الانجليش. اعرف انه هجس، لانه هنا بيسترخص المدرسين، بيجيب اي مدرسين وخلاص.
اكيد. بس ما هو لازم يسترخص، فهيجيب لك اه طبعا. مدرس هيجيب لك مدرس ب 2 جنيه وربع. خلاص. ما بالظبط، دي اول عشان حاجه جت في دماغي يعني. تمام. عشان ايه؟ عشان يطلع له الديفرنس، الفرق. لو هو اكيد. مش طالع له من المدرسه دي حاجه، مثلا المدرسه دي مثلا كانت بتاخد مثلا يعني كانت بتاخد 25000 جنيه منه. خلاص. فهو هي مش هيقول لك والله 35000 عشان يجيب ايه بتاع المدرسه، ما انت عارفه المدرسه بتاخد 25، مش هتدفعي 10000 زياده. راح هو عامل ايه؟ عايز يطلع بنفيت، راح هو مدخلك في حوار اسمه كورسات، فيجيب لك تمام. مدرسين اي كلام عشان يطلع له بنفيت من هنا ويطلع له بنفيت من هنا. هنا المارجن ربحه بيبقى حوالي 10%، هنا المارجن ربحه يتجاوز مثلا ال 50%. طيب لو انا قدرت اعثر على اكاديمي او مكتب، معرفش مسمياته عندكم ايه، ان هو يلحقني بسكول، ولقيته فعلا قال لي اسم السكول ما فيش مشكله، ورحت وعملت كل التفاصيل اللي حضرتك قلت عليها دي. بس كان من ضمن ال الاتفاق انه يبقى انا تابعه للكورسات بتاعته، وانا رافضه الحته دي. غلط هل ده؟ تماما، لان انت هتدفعي فلوس على الارض. انا كتير جدا بيبقى عندي اولياء امور يجوا لي يقولوا لي يا مستر امير والله احنا في اسيوط وقالوا او احنا في سوهاج وطلبوا مننا ان احنا ندفع كورسات، ويا عيني الناس بتخش 35 40 50 طالب، في الاخر الطلبه ما بتستفادش حاجه، هترمي فلوس في الارض. يعني ساعتها مش هقدر، يعني ما اقدرش ان انا اعمل الاتفاق معاهم ان انا افصل ده عن ده، ما خدي ينفعش يعني. هل معلومه، ده مش خدي معلومه، مع هيوافقوا، مع تمام. غصب هيوافقوا. لان انت هتقولي ايه؟ هتقولي والله انا شايفه اكاديميه تانية باقل من سعرك، وفي نفس الوقت ما بيدوش الكورسات وعندنا اريحيه. هو بالنسبه له انت عميل، مش تمام. هيفقدك. يعني انا لو عرضت ده ممكن يوافقوا على حاجة زي كده. ده اساسي، صح كده؟ هيوافقوا اساسي. تمام. اصل من الغباء ان انا عميل عندي وهكسب منه 10% بدل ما هكسب منه 60%، مش همشيه. في مثل يقول لك ايه؟ مور ذان زيرو بيست اه طبعا. ذان زيرو. طبعا. صح ولا لا؟ فبالتالي هو ده. صحيح. فبالتالي انت كده كده انت اللي في ايدك الليله كلها. انت بس اعرضي عليهم وقولي لهم والله انا عندي اكاديميات بتقول ما فيش كورسات عندنا، وانا ابني هيشتغل سيلف ستادي، فليه انت طب هو تجبرني بحاجه؟ طب معلش برضو ازاي اصلا يعني، معلش الاكاديميه او المكتب اللي انا وصلت له ده كان عن طريق الفيسبوك، فانا ازاي اصلا اوصل من غير الفيسبوك والدعايه والحاجات دي؟ يعني الطبيعي الناس بتوصل للحاجات دي ازاي؟ يعني انا اروح السكول، حضرتك قلت لي بتقولي اونلاين ليرنينج، فما تقوليش هوم سكولينج. وعايزه برضو الحته دي افهم ايه السبب، يعني هل معنى كده انه حاجه ضد القانون ولا ايه؟ انا يعني مش متخيلاها. دي أول حاجة. تاني حاجة، لو سألت في المدرسة أنا عايزة أونلاين ليرنينج، هم اللي هيوصلوني بحد ولا بيبقى يعني أعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي الستبس المفروض اللي أمشي عليها دلوقتي بعد بص التحويل بص أعمل إيه؟ الاوفيشال ستابس. خلاص. لازم تروحي، انا هقول لك الاوفيشال، يعني اللي انا لو انا عايز اتعاقد مع حد مع مدرسه. بص احنا عندنا طريقين تمشي فيهم. يا اما الطريقه اللي انت ماشيه فيها سوشيال ميديا، وبحاول اوصل للاكاديميات عن طريقها. خلاص. واشوف ايهما احسن وايهما افضل وايهما مناسب ليا وايهما فيهم حاسس بشفافيه وايهما عرفت اكس وواي وزد من الطلبه اتخرجوا منها والناس ما اشتكتش، يبقى دي ريبيتيشن او سمعه عرفتها عن الاكاديميه 1 2 3 4 10. ده طريق. في طريق تاني وده الاضمن. ايه هو؟ هروح للاداره التعليميه اللي انا تابع ليها، واقول لهم لو سمحتوا انا عايز المدارس الامريكان. هيقول لك مدارس الامريكان 1 2 3 4 5 6 7. ادي مدارس الامريكان بتاعتنا. طيب خدتيهم؟ هتروحي لكل مدرسه فيهم. عندكم اونلاين، عندكم اونلاين، عندكم اونلاين، عندكم اونلاين. عندنا اونلاين، شكرا شبكنا في مدرسه كملي فيها. طب هل الاونلاين ده ليجل ولا لا؟ طبعا ليجل، طبعا ليجل. تمام. يعني ما وبالتالي فيهوش مشكلة يعني. لا لا خالص، خالص، فاهم. خالص. اصل حته انه حد قال لي انه لا ما تقوليش هوم سكول، طب ليه؟ انا بس هي دي الفكره يعني ليه ما اقولش هوم سكولينج؟ ليها مسمى تاني اوكي، لكن الفكره مسمى، مسمى توقفتني. ليس اكثر.
تمام. خلاص. انا في بنت داخله كليه طب وهي كانت هوم سكولينج، تمام. اونلاين ليرنينج عادي جدا، داخله كليه طب ملهاش دعوه. يعني حتى اصلا السيرتيفيكيشن اللي انت هتاخديها ما فيهاش اونلاين ولا مش اونلاين. تمام. هم تمام. ليه اخترعوا الاونلاين ليرنينج ده؟ بداوا يخترعوه امتى؟ لما ايام الكورونا. ولو كورونا. الموضوع تمام. بقى حلو جدا وسهل جدا، الطالب ما بيروحش وبيوفر فلوس لولي الامر، فاصبح بقى الموضوع بقى ليجل بالنسبه لهم، ليجل بالنسبه تمام. للمدرسه. لكن هل مثلا الامريكان او كامريكان دلوقتي، هل مسموح بيه از اوفيشال من كولج بورد مثلا من امريكا، هل مسموح بالاونلاين؟ مسموح لبعض الحالات. ايه بعض الحالات؟ ان مثلا محافظه مثلا، طبعا أنا بفرض مثلا محافظه زي سوهاج ما فيهاش مثلا ما فيهاش امريكان، في اسيوط امريكان، فما فيش، مش معقوله كل يوم الطالب هيروح من سوهاج لاسيوط. تمام. فهي دي الحاله الوحيده اللي بيقبلوا هذا الوضع. طب احنا بنعملها ازاي؟ ده شغل مدرسه ماليش دعوه بيه. هم بيعملوه وبيشتغلوا على اساسه وبيتكلموا وبيعملوا وبيسووا، في الاخر الجي بي اي بتاع المدرسه انت حضرتك بتاخديه زي الفل. طيب يعني أنا لو رُحت المدرسة زي ما حضرتك قُلت وعرفت إن عندهم online learning وقالوا لي أوكي ما فيش مشكلة، هل بيبقى الاتفاق مع المدرسة والّا لازم برضه أروح لمكتب أو لوسيط مع عشان المدرسه. عادي ما فيش مشكلة هيكمّل معايا الاتفاق ما فيش مشكلة، صح طبعا. كده؟ طبعا. هو مش هيبقى اسمه اتفاق، هيكمل معاك، هيقول لك المصاريف كذا، هيقول لك مصاريف الحضور، حضرتك بتدفعي سي مثلا اكس، مصاريف الاونلاين ليرنينج بيبقى هاف الاكس، شكرا. وهل يعني فعلًا بيبقى الonline learning بيبقى الGPA ممكن يبقى full points باخدها أو full score بص، باخده؟ هو ما بيدوش الجي بي اي 40% الا في حاله لما يكون الطالب جايب ال 1600، جايب 1500 او 1550 في الرينج ده. لكن عمره ما هيديكي مثلا 40% والطالب جايب لي 800 في ماس 800 وانجلش. من إيه؟ من 800 من إيه؟ من 1600. الMaths والEnglish؟ من 1600 ماس وانجلش. احنا عندنا الماس 800 الاتنين. والانجلش والانجلش 800. فما فيش واحد هيدي له 40% وهو جايب 800، ده هرس. مش هتلاقي يعني كده ده خالص. ما بيحصلش الكلام ده. لا لا لا، ده هرس، مفيش حد بيعمل كده. تمام. اخره هيدي له 39%، هيدي له 38%، لكن ما يدوش 40%. طب الminimum إيه في الGPA؟ اعتقد المينيمم يعني هنتكلم في 37%. ده مينيمم، ده بقى لو ايه ضايع. لو الولد ضايع يعني، بس صح ده كده؟ حلو برضه، مش وحش طبعا. كويس طبعًا يعني ما فيش مشكلة. اه. تمام. أوكي. كنت كمان عايزة أسأل على آآ الأفضل أصلًا الhome school